يلا بينا نتفرج على حتة من الجنة. نفسي اعرف مين الفشيخ اللي راح اتبنى البيت على البحيرة في الحتة دي لوحده كده. منظر من هنا حكاية. بصوا المنظر عامل ازاي. صباح الخير عليكم. رحلة جديدة النهاردة، بقالي كتير ما عملتش اي حاجة ولا اي رحلات ولا اي فيديوهات. النهاردة انا في مدينة اسمها بولو. هقول لكم بقى يا جماعة ايه الحكاية كلها ان انا بقالي من شهر واحد رجعت مصر، فطبعا وقفت اي تصوير، ما عملتش اي فيديوهات جديدة. مصر ام الدنيا وبلد جميلة وكل حاجة، بس انا ما عنديش فيها حاجة اصورها يعني. فوقفت تصوير شوية، وبعدين كنت ماشي في موضوع خطة العلاج بتاعتي في مصر. طبعا انا بشكر الناس اللي بتسأل عليا على صفحة اليوتيوب، وفي ناس بعتت لي على الفيسبوك وقالت لي انت ليه مش ما بقتش بتعمل فيديوهات، وناس قالت لي طمنا عليك، وناس طالبه مني فيديو اتكلم فيه عن موضوع العيا بتاعي وكده. ان شاء الله اعمل لكم فيديو اقول لكم ايه اخر التطورات. المهم ان انا دلوقتي في فتره نقاهه كده، وطلعت تركيا كده شهر بجدد الاقامه بتاعتي، وفي نفس الوقت بخلص مصلحه شغل، وفي نفس الوقت بتفسح برضو. النهارده يعتبر اول فسحه بره انقره. انا قاعد في انقره حاليا بقالي شهر، بقالي 20 يوم، هكمل الشهر ان شاء الله. نزلت مدينه اسمها بولو. عرفتها ازاي؟ عرفتها عن طريق النت برضو. حبيت اجي فيها مناظر طبيعيه، وهي بلد شكلها لطيف قوي. شفت صورها على النت فقلت ايه، اجي كده اقضي اليوم الاجازه النهارده لحد الاجازه الرسميه هنا في تركيا، سبت وحد. فافرجكم دلوقتي برضو على المدينه، فيها شويه حاجات حلوه قوي، من ضمنها المكان اللي انا نزلت عنده ده. يعني بصوا، انا حواليا مكان كده شكله حلو جدا، ده يعتبر مركز المدينه يعني. الدنيا شكلها لطيف، ولسه بقى الدنيا بدري جدا، انا واصل الساعه 9:30، فغالبا مفيش حد في الشوارع والدنيا رايقه. او والله اعلم هي المدينه اصلا رايقه كده على طول ولا لا، هنشوف يعني كمان شويه لما الدنيا تفتح هنشوف. يا جماعة أنا وصلت المكان الفشيخ، اسمه 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 إيه؟ أبقى أكتب لكم اسمه عموما في على البتاع، على الفيديو، عشان هو الحاجات هنا اسمها بالتركي، وأنا بصراحة في التركي مش قد كده. المهم دخلت، وأنا ركبت تاكسي خدني وداني، خد 200 ليرة. ده جه دخلني على الباب، التاكسي دخوله ب60، وممكن أمشي على رجلي أدفع 20. فأنا قررت إن أنا أمشي على رجلي بصراحة، لان انا محتاج اتفرج على المكان واعمل هايكنج شويه، افضل اتمشى شويه، احرك نفسي شويه. طول الاسبوع قاعد على المكتب بشتغل، فما بتحركش كتير. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا ماشي ورا الناس في نفس الاتجاه اللي الناس ماشيه فيه. انا شايف ناس ماشيه على الرصيف هناك، فماشي وراهم، لان في كذا اتجاه وانا مش عارف انهي اتجاه فيهم اللي بيسلك على ناحيه الجبل والبحيره وبتاع. فايه، قلت خليني في الطريق اللي الناس ماشيه فيه احسن. طبعا يا جماعه وصلنا للمكان الفشيخ.
لو شايفين هناك اهو البحيرة والبيت. اوف على المنظر، فعليا حتة من الجنة. نفسي اعرف مين الفشيخ اللي راح اتبنى البيت على البحيرة في الحتة دي لوحده كده. دي اقرب نقطة للبيت دوت من على البحيرة، عشان كده في ناس متجمعة كتير في الحتة دي. بصوا المنظر. بصوا اصلا الطحالب فيها ورد وورق عايم زي اللي بنشوفه في بصوا منظر الطحالب والشجر، سبحان الله. عاملين برضو حاجة حلوة قوي هنا، ان في مكان بيأجر عجل، وبيأجروا العربيات اللي هي عربية الجولف ديت كبيرة كده، فيها 3-4 صفوف للعائلات، عشان لو عيلة كبيرة مثلا او شلة كبيرة اصحاب مع بعض. ياه، هقف في حتة ضلة شوية بس اخد نفسي. فيركبوا بقى سوا، انت فاهم، ويلفوا بيهم زي ما انتم شايفين كده التراك دوت حوالين البحيرة كلها. بصوا كده اهو، تفضل بقى تأجر عجلة تلف. انا غالبا بس الشمس تهدى شوية وهأجر عجلة واخد التراك ده لفة. يعني انا بس هتحاول اتمشى كده ايه في الضلة شوية خفيف خفيف لحد ما الاقي سبوت حلو كده اقعد اسبوت فيه، واقعد ايه، ممكن اقعد اسمع مزيكا، ارسم شوية، اعمل شوية حاجات كده ايه مديتيشن. انا جاي اصلا الرحلة دي عشان ايه، فكرة المديتيشن، الواحد يفك دماغه شوية من هلك الحياة وهلك الشغل. طبعا في ناس رايقة قوي على شمالي، قاعدين بقى تحت حاطين كرسي واحد وواحدة، والناس عدوا من جنبهم بعربية الجولف. يا جماعة انتوا مش متخيلين، حتى اطراف البحيرة فيها ورق عايم، ورق شجر وطحالب وورد، شكلها تحفة. منظر من هنا حكاية. بصوا بصوا المنظر عامل ازاي. ما نوقف بقى ناخد لنا صورة للمنظر ده. طبعا يا جماعة مش عايز اقول لكم ان المكان يستاهل مشقة الرحلة، ان انت تسافر له مخصوص وتصرف وتعمل كل اللي انا عملته دوت عشان توصل للحتة ديت وتشوف المنظر ده. منظر بصراحة لا يقدر بثمن. وبرضه نفسي اعرف مين الفشيخ اللي عايش في البيت اللي هناك ده. بصوا يا جماعة، مش عارف البيت هيطلع معاكم في المنظر ده ولا لأ، بس حاجة يعني منتهى الفشاخة. ده فعلا ايه يعني، عمل لنفسه حتة من الجنة في الدنيا. بصوا المنظر. انا مش عارف ده بيت ولا متحف ولا ده ايه، بس هو حاجة هايلة جدا. طبعا الساعة 12 الظهر درجة الحرارة 30، فهتلاقوني عرقان. دلوقتي في مصر درجة الحرارة غالبا 70، وبيقطعوا الكهرباء على الناس والناس بتموت. لسه مراتي مكلماني، فينك يا نونا، كنت عايزك هنا يا نونا، تيجي تشوفي الجمال. رسالة في الفيديو يا نونا. دودو حبيبي يا دودو، حبيب بابا، هجيبك هنا ان شاء الله تاني. بصوا يا جماعة، Benim direksiyonla aşağıda oldu. بصوا يا جماعة اللي حصل دلوقتي ان انا كنت ناوي الرحلة دي مخطط ان انا اروح كذا مكان في البلد هنا، ضمنهم مكان كده فيه سوق كده، سوق قديم، وبرضه في جامع مشهور قوي فوق جبل كده. كنت هطلع فوق الجبل اصور المدينة كلها وبتاع. المهم طبعا بعد ما جيت هنا ما قدرتش اقاوم بصراحة الجمال بتاع البحيرة والغابة ديت، ففضلت قاعد اليوم كله. الساعة دلوقتي بقت داخلة في 4، وانا الاتوبيس بتاع الرحلة الساعة 6. فيا دوبك ارجع بقى ايه، اطلب التاكسي يجيلي وارجع لحد المنطقة بتاعت الاسواق، المكان وسط البلد اللي انا نزلته الصبح دوت، اروح اتغدى كده، اضرب لي اي حاجة،
وايه واروح اركب الاتوبيس واروح بقى ارجع انقرة. فغالبا هنهي معاكم الفيديو هنا. ممكن ابقى يعني لو كلت حاجة قوية ابقى اصور لكم حتة كده وانا باكل. بس هو عموما الاكل في تركيا مش ما بيجيش على مزاجي قوي، عشان كده تلاقوني ما بصورش قوي يعني الاكل. يعني اجمد حاجة عملتها في الاكل ان انا الصبح اكلت سميت، وهم بيعملوا سميت حلو قوي بصراحة. بس غير كده المعتاد شاورما يا اما مشاوي كفتة والحاجات دي. ففي العادي يعني الاكل بتاعهم مش قد كده. بس فهنهلكوا الفيديو من هنا في الحته الفشيخه اللي تعتبر جزء من الجنه دي. سيبكوا بقى ايه تتفرجوا على شويه فيديوهات كده. ايه هحط لكم، انا صورت كذا فيديو، صور بتاع 5000 صوره. هحط لكم كام فيديو كده ايه تتفرجوا على الجمال الحته الفشيخه اللي انا فيها ديت. وهكتب لكم اسمها برضو عشان اللي يزور تركيا ويبقى ناحيتها ناحيه انقره كده يقدر ايه يروح يزور المدينة ديت ويروح المكان ده. لازم اللي يجي تركيا لازم بجد يجي المكان ده، مكان عالمي. ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير بقى والكلام دوت، عشان عايزين نسيط القناة ونشغلها كده ونعمل فيها شغل حلو.